أهلا بكم في أخبار الإمارات اليوم الخميس 13/8/2026. تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الإعلامي لتمكين أصحاب الهمم. شهد معالي عبد الله بن محمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني الإعلامي لتمكين أصحاب الهمم، واللي أطلقته هيئة زايد لأصحاب الهمم بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وده لإعداد وتمكين إعلاميين محترفين من أصحاب الهمم في خطوة نوعية بتعكس انتقال مفهوم الدمج من الإطار الاجتماعي والإنساني للإطار المهني والإنتاجي. وشمل الحفل تكريم 35 منتسب للبرنامج من أصحاب الهمم، وأنا من وجهة نظري إن هذه الخطوة تعتبر جيدة في الإمارات لدعم كافة أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وأنا شايفة أن مصر قامت بهذه الخطوة في الإعلام قبل كده، ومن المهم أن كل الدول العربية تقوم بهذه الخطوة. والخبر الثاني، حاكم الشارقة بيعتمد 470 منحة للالتحاق بالجامعة القاسمية. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية، والاعتماد ده انطلاقا من إيمانه بالاستثمار في الإنسان ونشر المعرفة والعلم لدعم مكانة الشارقة كمركز عالمي للثقافة والتعليم. وأنا من وجهة نظري من المهم إن كل المسؤولين يدعموا دايما التعليم، وإن يكون فيه فرصة لكل الشباب إنه يحصل على التعليم الجيد في مختلف المجالات. والخبر الثالث، 38% ارتفاع قيمة التبرعات من خلال دبي الآن. من وجهة نظري إن شعب الإمارات شعب خير ودايما بيقدم الدعم لكافة المحتاجين، وشهد النصف الأول من 2026 نمو ملحوظ في التفاعل مع خدمات التبرع عبر تطبيق دبي الآن مقارنة بالفترة نفسها في 2025، مع تسجيل زيادة بنسبة 5.8% في عمليات التبرع وارتفاع لافت 38 في قيمة التبرعات، وده بيؤكد تمامي ثقة المتعاملين بالقنوات الرسمية وسهولة استخدامها، وأكيد ده هيدعم فكرة إن يكون في عطاء وتكافل ما بين أفراد المجتمع الواحد. والخبر الرابع، 4.18 ملايين مستخدم للنقل الجماعي في رأس الخيمة. أكدت مؤشرات قطاع النقل والمواصلات في إمارة رأس الخيمة في النصف الأول من 2026 عن تزايد الاعتماد على منظومة التنقل بمختلف خدماتها، وده مؤشر بيؤكد على اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات النقل، وإنها فيها خيارات متاحة أمام أفراد المجتمع. وأنا من وجهة نظري من المهم إن يكون في دعم لقطاع النقل في الإمارات، وإنه دايما يشهد تطور كبير، أكيد ده هيكون في خدمة الشعب الإماراتي. والخبر الخامس، عمار النعيمي حريصون على مواصلة الاستثمار في الإنسان. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مركز فتيات عجمان بحضور الشيخ راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وغيرهم من المسؤولين، واتكلموا عن النموذج التشغيلي للمركز اللي جرى تطويره من خلال مسار تشاركي شمل الفتيات وأولياء الأمور والشركاء لتصميم مركز بيعكس احتياجات المجتمع المحلي ويقدم برامج وفقا لتطلعات الفتيات. وأنا من وجهة نظري من المهم أن يكون في دعم للفتيات في المجتمع الإماراتي بكافة الطرق، لأن ده أكيد هيخدم البلد بشكل عام.